طلبوا منهم باه يدعوكم الله عز وجل، واللي يأذيهم غادي يتمس. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. في صحيح مسلم، اسمع مليح، اسمع سي محمد، الجماعة اللي جونا، في صحيح مسلم حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يبحث عن أويس. هذا أويس القرني، على بالكم عمر بن الخطاب أفضل منه. عمر بن الخطاب هو أفضل من أنيس، لأن عمر بن الخطاب صحابي جليل وأويس من التابعين. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: يأتي عليكم أناس من أهل اليمن وفيهم خير التابعين أويس بن عامر القرني، كان فيه برص، فيه البرص في الجسم تاعو، فشفاه الله منه ولم يبق إلا موضع درهم، بقات وحده شوية منه ما برات. له أم هو بها بار بأمه طائع لأمه، إذا لقيتموه فاطلبوه واطلبوا منه أن يستغفر لكم. حوسوا عليه وقولوا يغفر. عمر بن الخطاب كان يحوس عليه، حتى ورد في بعض الأخبار أنه كان راح للحج على جاله. أهل اليمن فايتين يقول: يا أهل اليمن أفيكم أويس؟ قالوا: نعم. عيط له قال له: روح، هل أنت أويس؟ قال له: نعم. قال له: كان فيك البرص وبرا وبقات غير شوية موضع درهم؟ قال له: نعم. قال له: عندك أمك راضية عليك؟ قال له: نعم. قال له: أمرني رسول الله أن آتي إليك لتستغفر لي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا هنا حبيت نفتح واحد القوس. رسول الله علم يقولش لعمر: روح توضى وادعي ربي روحك، ما ديرش وسيطة، هيا ادعي ربي روحك. الحديث في صحيح مسلم، لا زلت أؤكد باش ما يقولش هذه وكذا، هذه خرافات وخزعبلات، والحديث ضعيف. في صحيح مسلم رسول الله علم يقولش لعمر: ادعي روحك. علم يقولش: يا عمر أنا أدعو لك، أنا رسول الله، قول لي أنا ندعيك. لا، الأمر موش عند رسول الله وموش عند عمر. اذهب إلى أويس. وبحث عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ما فهمتش أنا بعض الناس مانيش عارفين يكفروا في الصالحين، يكفروا في أولياء الله. تروح تزور الصالحين مشرك، تروح تزور أولياء الله وأهل القرآن وأهل العلم كافر. ايش راكم تقولوا يا عباد الله؟ مريم ابنة عمران هل هي من الأنبياء ولا من المرسلين؟ ما هي لا نبية لا من الملائكة لا من، هي مرأة فقط صالحة. قال ربي في حقها في القرآن: كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا. الرزق اللي كان يجيها كان يأتيها بطريقة غير معروفة ولا مألوفة عندنا. تاع الشتاء يصيبوا في الصيف، وتاع الصيف يصيبوا في الشتاء. يا مريم أن لك هذا؟ مين جاء؟ قالت: هو من عند الله. كرامة الأولياء، كرامة الصالحين. احنا ما نجي نقولوا هذا الصالحين مش عارفين نروح ديروا انت كيما ديروا ربي يروح، لا، ولكن دعاؤهم مستجاب. صحبة الصالحين تصلحك. من صحب الصالحين وخدم الصالحين أيقظه الله من غفلته، ما يغفلش. ربي يعطيك واحد النور تتمشى به بسبب صحبتك وزيارتك للصالحين. احنا مش فاهمين. حتى قال ابن كثير قال لك: الكلب تاع أهل الكهف ربي شرفه وذكره في القرآن لأنه كان في صحبة الصالحين. شوف كلب أهل الكهف ربي قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. اذكر الصالحين واذكر الكلب تاعهم. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 و8. كل ما يذكرهم يذكر الكلب تاعهم. كلب تشرف بذكره في القرآن بسبب صحبة الصالحين. احنا ذاك اللي يقول لك هذا ماشي يا جماعه. اتقوا الله عز وجل وخافوا ربي سبحانه وتعالى. جنائز الصالحين ليست كجنائز غيرهم. فرق بين جنازة الصالح في صحيح البخاري: وإن أتاك حديث رواه البخاري فخذه ولا ترده حذاري. إذا كانت الجنازة صالحة ووضعت على أعناق الرجال تكلمت وقالت: قدموني قدموني، أسرعوا بي أسرعوا بي، لأنها جنازة صالحة. احنا مش عارفينها. سيدنا يوسف نبي من الأنبياء، شقل قال: ربي توفاني مسلما وألحقني بالصالحين. سيدنا إبراهيم الخليل قال: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. سيدنا سليمان قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا الصالحين ربي راضي عليهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. شو رضوا عنه، لا إله إلا الله. رضي الله عنهم وهم فليرضوا على ربي. عندهم أسرار كي دايرين الصالحين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال القرآن: يا عبد ربي خافوا الله، ما يؤذوش الناس، ما يتمنوش الشر للناس، ما يتكلموش في أعراض الناس. هو عنده أسرار ويعبد ربي بينه وبين الله، هو ما يأذيش الناس، هو مشغول بعيوبه. هؤلاء الصالحون، ولذلك الناس هذا الصالحين انظروهم، يعني نأخذ البركة تاعهم والسر تاعهم ويدعون الله تبارك وتعالى. وأختم فأقول كلام عجيب وغريب:
إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الصالحين ربي تقول لهم، قال لك هذا التوعي طائفة مخصصة، مش يتولاهم فقط، يتولاهم ويتولى الذرية تاعهم وأبنائهم. الجدار اللي كان بغى يسقط تاع اليتامى وأقامه الخضر عليه السلام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما زيد وكان أبوهما صالحا. شوف ربي يحفظهم ويحفظ لهم هذا الكنز، لأنه بابهم كان فيه الخير. هو ربي ما ذكرش الصلاح تاعهم، قال وكان أبوهما صالحا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها، عندكم هذا الشيء ولا ما عندكمش؟ وخير متاعها المرأة الصالحة. اللي عنده مرأة صالحة في البيت يا ودي والله قال بنا والله ما يشوف. إلا تغبن، إلا تعبان، عندك هموم، عندك غموم، هذا الصلاح تاع الزوجة تاعك تولي تبان لك باللي ترك ملك الدنيا. بشرط تكون صالحة. إلا ما كان صالحة والله لو كان راك مش عارف دير والله غير شيباتك. ولذلك داود عليه السلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. كان اللي راه يقصص الدنيا مات. اضحك راهي عندك باقي يا ولد. الله يعافينا. الله يرضى عليكم ان شاء الله، للزوجات والامهات والاخوات، وربي يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله ويصلح حالنا وحالكم. الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. ما هي الزوجة الصالحة؟ التي تسر زوجها اذا نظر. ما تقعدهاش زعفانه ومبوم غبشه كاع هذا، ولا تكون زعفانه بصح كي تشوف زوجها مطروبه. تسر زوجها اذا نظر وتحفظه اذا غاب او حضر وتطيعه اذا امر. ما تسيرش للاوامر تاعو. كلام هذا على كل حال بين الزوج والزوجه كلام يطول. احنا نهضروا على الصالحين. تسيب انسان صالح ولي من اولياء الله وروح عنده وقول له ادعي لي يا ربي. اللي يقول لك هاو ما تجوش قول له تعرف خير من رسول الله فاني مشرك. عمر بن الخطاب راح يعوز على اوس القرني فاني مشرك ولا لا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يا ربي أشهدك وأشهد ملائكتك وجميع ما خلقت أنني أحب الصالحين. أنا لست من الصالحين وأعرف نفسي، لكن يا ربي أدخلني في زمرة الصالحين بحبي له. قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كن سواء في البضاعة. فرد عليه تلميذه الإمام أحمد وقال: بل تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم يرجون الشفاعة وتكره من تجارته المعاصي وقاك الله شر البضاعة. اللهم يا رب العالمين أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. لا تنسوني من صالح دعائكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.